بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تعالوا أقول لكم فضل الصلاة على النبي وأثرها لما بتصلي على النبي كتير. الصلاة على النبي مش مجرد ذكر، ده باب رزق وراحة وبركة وسكينة ودعاء مستجاب. كل ما تقولي اللهم صل وسلم على نبينا محمد كأن باب في السماء بيتفتح، وكأن نور بينزل على قلبك، وكأن هم بيتشال من فوق كتافك. النبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة اللي ربنا أرسلها لنا، هو الأمان، هو القدوة، هو اللي كل ما نذكره كأن روحنا بتطهر، كأن قلبنا بيرجع أبيض من جديد. الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بترد عليك 10 مرات، يعني انت بتصلي مرة وربنا والملائكة بيصلوا عليك 10 مرات. تخيلي حجم النور اللي بينزل على حياتك. كل ما تحسي بالتعب صلي على النبي، كل ما تضيقي صلي على النبي، كل ما تحتاري صلي على النبي، كل ما تكوني مبسوطة برضو صلي على النبي. ده حبيب ربنا اللي مفيش حد في الدنيا يحن عليكي قد ما كان يحن على أمته. كان يقول أمتي أمتي، وكان يدعي لينا قبل ما نشوفه، وكان مشتاق لينا قبل ما نتخلق. وإحنا لما نصلي عليه بنقول يا رسول الله إحنا كمان مشتاقين ليك. الصلاة على النبي بتصلح القلب وبتنضفه من الهم، وبتبعد الشيطان، وبتجيب الرزق، وبتفتح أبواب كانت مقفولة. جربي كده قولي 100 مرة وشوفي السكينة اللي هتنزل عليكي من غير ما تفهمي ازاي. ده النبي اللي ربنا أقسم بعمره وقال ليه ورفعنا لك ذكرك، يعني اسمه فوق اسم كل الناس وفضله فوق كل فضل. احنا لما نقول اللهم صل على محمد احنا بنشارك في رفع ذكره، وبنشارك في الطاعة، وبنشارك في الحب اللي مفيش حب أعظم منه. الصلاة على النبي مش بس كلام، دي حياة وبركة ودواء وسر من أسرار الراحة. في بيوت بتزيد فيها الخير علشان فيها حد بيصلي على النبي كتير، وفي قلوب بتنور بس لأنها بتحب النبي. قوليله يا رسول الله صلاتي عليك حب واشتياق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. في لحظة ضعفك، في لحظة ضيقتك، في اللحظة اللي قلبك يتخنق وما تعرفيش تبوحي لحد، في اللحظة اللي بتحسي فيها ان الدنيا قافلة، بتلاقي كلمة واحدة بتتنطق من غير ما تحسي، اللهم صل على محمد، وكأنك بتتنفسي من جديد. الصلاة على النبي مش مجرد ذكر، دي مفتاح الأبواب محدش يعرف يفتحها غير رب العالمين. في ناس حياتها اتغيرت بسبب إنها لزمت الصلاة على النبي، ورزقهم اتفتح، همهم خف، قلبهم ارتاح، حتى طريقهم اللي كان ضلمة بقى منور. النبي صلى الله عليه وسلم مش بس رسول، ده النور اللي ربنا أرسله عشان ينقذ القلب من الضياع. ده اللي ربانا من بعيد، اللي علمنا يعني ايه رحمة، ويعني ايه صبر، ويعني ايه نقابل الأذى بابتسامة وبدعاء. ده اللي لما نذكره نحس ان الدنيا برقت، وان الروح بتتغسل، وان القلب بيهدى من وجعه. الصلاة على النبي هي الورد اللي لما تنتظمي عليه حياتك تتصلح من غير ما تفهمي ازاي. هتلاقي البركة تزيد، والرزق بيقرب، والقلب بيبعد، والراحة بتخبط على باب قلبك من غير استئذان. النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد اللي هيقف ليكي يوم القيامة ويقول أمتي أمتي، اللي هيدور عليكي وسط الناس، اللي هيشفع لك. انتي لما تصلي عليه انتي بتقولي يا رسول الله قلبي بيحبك، وحياتي محتاجاك، وروحي محتاجة نورك. انتي بتقولي يا رب ارزقني شفاعة حبيبك اللي مفيش أغلى منه. بتطرد الغضب. الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بتهدي النفس وتصلح اللي بينك وبين ربك.
وتكتب لك حسنات تتشال ليكي في ميزان حسناتك يوم القيامة. قولي دايما اللهم صل على النبي اللي منامش إلا وقلبه مطمئن بالله. اللهم صل على النبي اللي اتأذى واتشتم واتضرب وما زعلش وصبر وكان دعاهم بالهداية مش بالهلاك. اللهم صل على النبي اللي علمنا نكون بشر صح قبل ما نكون عباد صالحين. كل مرة تقولي اللهم صل على محمد ربنا وملائكته يصلوا عليك 10 مرات، 10 مرات نور، و10 مرات رحمة، و10 مرات بركة، و10 مرات تفريج كرب. دي مش كلمة، دي معجزة. قوليها 1000 مرة، مليون مرة. قوليها لحد ما قلبك يتهز، لحد ما تحسي ان روحك بتنور، لحد ما الدموع تنزل من غير ما تفهمي ليه. ده أثر حب النبي، ده أثر الصلاة عليه. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد من لم يعرف قدره وعدد ما في السماوات وما في الأرض. في لحظة ما وانت قاعدة لوحدك بتلاقي قلبك بيقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. تحسي كأن كلمة خرجت من روحك مش من لسانك، كأن القلب بيستغيث وبيتعلق اللي عمره ما خذل أمته. النبي صلى الله عليه وسلم هو الأمان اللي ما يتعوضش، هو الإنسان الوحيد اللي حياته كلها كانت تضحية علشانك وعشاننا وعشان الناس اللي لسه هتتولد. هو اللي لما نزل عليه الوحي شال هم الأمة فوق كتافه. هو اللي اتحارب واتشتم واتكذب واتأذى ومع ذلك كان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. مين في الدنيا يعمل كده؟ مين يحبك قبل ما يشوفك؟ مين يدعيلك قبل ما تتخلقي؟ مين يوم القيامة هيدور عليكي وسط الملايين ويقول أمتي أمتي؟ مفيش إلا هو، سيد الخلق، تاج البشر، سيد النور صلى الله عليه وسلم. الصلاة عليه مش بس عبادة، ده دواء، سكينة، نور يدخل قلبك. لما تقوليها كأن الدنيا كلها ترتب نفسها من جديد، كأن ربنا بيقولك لسه في رحمة ولسه في باب مفتوح. الصلاة عليه بتغير النفس، بتخلي الغضب يبرد والضيق يختفي والهم يخف، بتخلي قلبك يتطهر من كلام الناس ومن وجع الأيام. لما تحسي انك لوحدك صلي عليه، لما تحسي انك متلخبطة صلي عليه، لما تحسي انك مش شايفة طريقك صلي عليه. هتلاقي نور وهدوء وراحة وفهم، كأن باب جديد اتفتح قدامك. اقسم بالله بكلمك جد، كأن باب اتفتح قدامك جديد، كأنك فهمتي الدنيا كلها بالصلاة على النبي. النبي صلى الله عليه وسلم مش مجرد نبي، ده رحمة تمشي على الأرض. ده اللي ربنا قال ليه وإنك لعلى خلق عظيم، يعني فوق الأخلاق، فوق الصبر، فوق الحنان، فوق الرحمة. كل ما تصلي عليه انت بتقولي يا رسول الله قلبي بيحب، يا رسول الله نفسي أكون قريبة منك، يا رسول الله أنا محتاجة شفاعتك ونورك. النور اللي كان يخرج من قلبه كان يهدي القلوب، الكلمة اللي كان يقولها كانت تشفي النفوس، الابتسامة اللي كانت على وشه كانت تكفي تغيير حياة حد بالكامل. الصلاة عليه هي الحب الحقيقي، هي الانتماء، هي الطريق اللي ما يخيبش، هي السلاح اللي ما يخسرش. قولي دايما اللهم صل وسلم عن من رأى ما لم نرى واحتمل ما لم نحتمل وصبر صبرا لا يشبه صبر. اللهم صل وسلم على من أحبنا دون أن يعرفنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ملء القلب وملء الروح وملء السماوات والأرض. والله لو عرفنا قيمته بجد كنا هنفضل نصلي عليه طول اليوم من غير ما نتعب.